ترتيل يعني ايه؟ في مجموعة كبيرة من الناس عايزة تحفظ القرآن بقدر الإمكان، جزء جزئين على قد ما يقدروا يختموا، ربنا يعينهم. بس بيقابله مشكلة، قد يكون عايش لوحده ومش لاقي حد يسمع عليه، مش لاقي حد ان هو بعد ما يحفظ وعايز يتأكد من حفظه اذا كان صح او غلط واذا كان فاكر الايات ولا لا، مش لاقي حد يسمع عليه. المشكلة دي اتحلت في التطبيق اللي انت بتشوفه ده، تطبيق ترتيل. يعتبر من احسن التطبيقات اللي ممكن تساعد اي حد ان هو يحل المشكله دي. كل اللي هتعمله ان انت هتدخل على جوجل بلاي زي ما انت شايف كده، وهتكتب في البحث ترتيل عربي. مجرد ما هتعمل تنزيل للتطبيق هتفتحه وهتلاقي الواجهه بتاعته او الخلفيه بعد ما تفتح وتختار اي صوره انت عايزها بعد ما حفظتها عاوز تسمعها، هتلاقيها بالمنظر ده اللي هو الصفحه فاضيه. كل اللي عليك ان انت تضغط على زرار التسجيل اللي موجود تحت ده وبعدين تسمع الصوره. هتقرا الايه، لو قراتها صح هتظهر لك الايه مكتوبه. دخلت على اللي بعدها اللي بعدها اللي بعديها مش فاكر، هيقف مش هيكتب اي حاجه لحد انت ما تسترجع وتفتكر وترجع تقول الايه مظبوطه.